اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من على باب شقة عروستنا النهاردة. اللهم بارك. حطت لها الطوق القمر ده اللي انتوا شايفينه، وان شاء الله يا حبايب قلبي عايزاكم تدعوا للعريس والعروسة دعوة حلوة كده من القلب. وهنخش كده على محتويات الشقة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة كده هتقابلنا الصالة، والصالة محطوط فيها النيش والجزامة في ريح النيش بالظبط زي ما انتوا شايفين. شقة عروستنا النهاردة كانت شقة بسيطة كده وجميلة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها في حاجتها يا رب ويحميها. وجنب النيش من الناحية التانية كان في التلاجة والديب فريزر، طبعا ما كانش ليهم مكان في المطبخ. بسم الله ما شاء الله، حاجتها كانت بسيطة وكانت جميلة، والشقة بتاعتها برضو كانت منسقة مع انها كانت صغيرة، بس ما شاء الله عليها. زي ما انتوا شايفين النيش بتاعها كان بضلفتين. بنسمي الله كده اللهم بارك، ونقول كده محتويات النيش معانا. الحاجات بتاعتها كانت بسم الله ما شاء الله كانت كلها من الانواع الراقية، وكانت حاجتها هادية. وطبعا معانا كل عروسة بيبقى ليها ذوق مختلف عن العروسة التانية. طبعا كنت بصور وكان لسه في ناس موجودة في الشقة. ده طقم شربات وحطيت جنبه كاسات كده كانت شبيهة ليه. وده طقم الجاتو. طقم الجاتو بتاعها كان مختلف شوية عن بقية الأطقم اللي أنا رصيتها قبل كده، بس هو الصراحة كان لون مميز، وكان في نفس الوقت برضو كان شكله حلو. ده طقم العشاء. طبعا يعني في ناس كتير بتحب اللون الأسود. حبايب قلبي ما تنسوش لايك، عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو، ولسه ما اشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. كل ما انزل حاجة جديدة توصل له. دي قارورة كانت بوهيمي، وبرضو جنبها حاجة كده كانت تشبه لها. كانت كاسات زي ما انتوا شايفين. الكاس كان مميز، كان مطرز كده بطرز فضي. وهنا برضو كانت مجموعة من الكاسات. العروسة ما شاء الله كانت جايبة كمية كتير على النيش، بس طبعا زي ما انتوا عارفين مامة العروسة كانت عايزة تحط كل حاجة موجودة جابتها للعروسة لازم تحطها في قلب النيش. وده طقم قهوة، وحطيت معاه برضو كان معاهم طقم قهوة كده شفاف. ده طقم اركو بايركس، اللي هو طقم عشا برضو. كده محتويات النيش معايا خلصت. خش على الجزامة اللي كانت جنب النيش على طول، وحطت لها بعض من الجزم بتاعتها. هي كانت جايبة كمية كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. دي كده كانت محتويات الصالة. اخش بقى على الريسبشن. بسم الله ما شاء الله، رغم ان الشقة بتاعتها كانت صغيرة بس كانت بسيطة، وكانت في نفس الوقت منسقة، وكانوا عاملين فيها شغل كتير. دي الركنة، وكانت قدامها على طول الشاشة. طبعا المكان شرح نفسه، مش محتاج ان انا اشرح حاجة. ما تنسوش تدعوا دعوة حلوة للعروسين.
انا ربنا يبارك لهم في حاجتهم. طبعا الشاشة كانت شغالة على القرآن. يعني بحاول اصور لكم كل التفاصيل. كده تقريبا المكان ريسبشن كده خلاص. هندخل بقى على الطرقة اللي فيها الحمام والمطبخ. كده اول ما بيقابلنا في الوش على طول الحمام، وطبعا الحوض كان بره الحمام، ودي بشوفها في شقق كتير عندي، دايما الحوض بيبقى بره الحمام. بسم الله اللهم بارك. الحمام برضو كان نوعا ما كان كويس. طبعا التقفيله دي حطت لها كل الشامبوهات والحاجات اللي كانت موجوده، وهنا حطت لها فوطين كده للاستعمال، وزينتهم بالطريقه ديت. والبرانس كانت موجوده في ظهر الباب على طول. طبعا ده ثبت الغسيل. هنطلع كده من الحمام، جنبه على طول المطبخ، وهناخد لفة سريعة كده في المطبخ وبعدين اشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. طبعا المطبخ كان فيه بلكونة، ودي من الحاجات اللي انا بحبها لما بروح الاقي مطبخ فيه بلكونة. الصراحة بيعجبني خالص، لان بيبقى عاطي راحة كده للمطبخ. اول ما بيقابلنا في اول المطبخ كده كانت الغسالة اللي هي نص اوتوماتيك فرحة تربو. طبعا مرضتش اكركب على الرخامة حاجات كتير، يعني هتطلع حاجات بسيطة. صراحة العروسة كانت جايبة حاجات كتير، ومامة العروسة بسم الله ما شاء الله. العروسة كانت يا بنات عروسة وحيدة، مامتها كانت جايبة لها مقولكوش بقى من الحاجات اللي كانت جايباها، يعني كانت مكررة الحاجة مرة واتنين وتلاتة. ده طقم فناجيل، وده الفرن. طبعا حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط الحاجات في المطبخ، لان الحاجات كانت كتير عن المطبخ. حاولت على قد ما اقدر اسيب الرخامة هادية، لان بصراحة والله يا بنات ما كنتش لاقية مكان احط فيه الحاجات، وفي ضلفة كبيرة خالص شلتها كلها حاجات في علب زي ما هي، زي ما انتوا شايفين الضلفة دي كلها مجات. طبعا كانت جايبة ألمونيات كتير وستانلس.
دول الضلفتين دول خاصين بالتيفال والجرانيت. اللهم بارك، حاجتها كانت كتير، ربنا يهنيها يا رب ويرزقها بالذرية الصالحة، قول اللهم امين. هنا الضلفة دي برضو كانت خاصة بأطقم حفظ الطعام. وكان في برضو نيش للمطبخ زي ما انتوا شايفين كده، حاطط لها فيه ترامس، هي كانت جايبة ترامس كتير. ونزلت تحت حطت لها شاي وشربات عصير. وهنا برضو كان في الجنب التاني برضو نيش نفس الطريقة، حطت لها برضو فيه كاسات وشربات عصير. طبعا ده بواقي من التيفال، كان صواني كده وجرانيت وهنا بايركس حراري كان بيدخل الفرن. وهنا طقم ملاميل اللي هو الماليزي اللي هو لونين. زي ما انتوا شايفين كمية الكوبايات والكاسات اللي هي جايباها. وهنا طقم عشاء كان برضو من لونين، حطيتهولها في المطبقية للاستعمال. وعلى فكرة يا بنات الشقة دي رصيتها في يوم واحد. زي ما انتوا شايفين، وحطيت لها الفوط بالطريقة ديت. ومعلش انا اسف لان انا ما صورتش المطبخ من تحت، لان برضو كنت مستعجلة زي ما قلت لكم ان انا رصيتها في يوم واحد. هندخل على اوضة الاطفال، اللهم بارك. كانت هادية كده وكانت جميلة. زي ما انتوا شايفين الحاجة بتاعتها كلها على الدولاب زي ما هي. وعلى فكرة مامة العروسة ما كانتش عايزة تفتح اي حاجة، كانت عايزة تحتفظ بكل حاجة في الكراتين، فما فتحنلهاش الا حاجات بسيطة يعني على قد الاستعمال، وباقي كل حاجتها انشالت في الكراتين زي ما هي. على قد ما قدرت زينت لها الدولاب بحاجات بسيطة، لانه زي ما انتوا شايفين الكراتين والعلب كل حاجة زي ما هي بعلبها. والضلفة دي كانت خاصة بهدوم العريس. وهنا برضو زي ما انتوا شايفين برضو في حاجات داخلية وحاجات بعلبها زي ما هي. وكده تبقى محتويات اوضة الاطفال كده خلصت. هنخش على اوضة النوم، وطبعا دي بنسيبها للاخر عشان بتبقى مفاجأة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. طبعا زينت لها الأوضة بتاعتها بالطريقة ديت بالبالونات اللي نازلة من على السرير كده، تحس ان هي طايرة في الهواء. وعملت لها حرفين على السرير. بصراحة الإضاءة برضو كانت مساعداني، لأن الإضاءة كانت ماشية مع لون البالونات.
عملت لها بجعتين كده على السرير. بقى نشوف محتويات الدولاب. بسم الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين الدولاب بتاعها، انا ما فتحتش الفوط كلها طبعا لان مامة العروسه برضو ما كانتش عايزه تفتح اي حاجه، فتحت لها بعض من الفوط ورصتهم لها بالطريقه دي. وطبعا المفارش ما فتحناش حاجات كتير، يا دوبك حاجات بسيطه برضو. وحطت لها كده اللبس الشتوي في اول الدولاب، لان احنا طبعا انتوا عارفين في الشتاء حطته لها تحت ايديها على طول. ونزلت تحت حطت لها العبايات الصيفي. هنا طبعا دي مفارس زي ما هي في علبها، وفوط زي ما موجوده في العلبه بالظبط، حطيتها بالطريقه دي. وطبعا في علب وراها كتير بس عشان يبقى الشكل العام كويس. بقيه الدولاب حطت لها المفارش زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، وابتديت ازينها بالشرايط، وحطت لها كذا عروسه كده عاملاهم بالفوط بحيث برضو الشكل يبقى كويس. وهنا برضو اطقم سراير وفوط حطيتهم لها في الدولاب من تحت لان الدولاب ما كانش واخد. وطبعا بقيه اللبس الداخلي بتاعها كان لسه ما جاش ولا الميك اب، بس انا كنت عايزه اصور وامشي، وفي ناس ما بتجيبش الميك اب واللبس الداخلي الا الاخر خالص. وطبعا قبل ما امشي كان الميك اب بتاعها جه واللبس، وطبعا جهزتهم ودخلت اللبس الدولاب وحطيت الميك اب على السراحه، وابتديت تاني اصور التسريحه بتاعتها وهي عليها الميك اب. هي كانت جايبه كميه ميك اب كتير. ما تنسوش حبايب قلبي اللايك للفيديو. وكده هتبقى محتويات شقتنا النهارده خلصت.